صباح الخير جميعا. صباح الخير. احب ان انا باسمكم اشكره على وجوده معنا النهارده. مقدرا له انه كان امامه يعني ضغوط كثيره من هيئات ومؤسسات سواء صحفيه او غير صحفيه لانه يحل ضيفا عليها، وهو مشكورا بكلماته لي قال ان هو كان قد اخذ قراره انه يكون الاهرام هو المكان الاول اللي يلتقي فيه مع الناس، لانه الاهرام بالنسبه له له ارتباط وثيق معاه طول الوقت، وانه بيشعر انه هو ده بيته بدرجه كبيره، فاحنا بنرحب بيه في بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تعرف إنسانا فابحث عن مشواره، وإذا أردت أن تعرف شيئا عن وطن ابحث عن رموزه، وإذا أردت الحكمة الجأ إلى العلماء، وإذا أردت الحلم حاول أن تبحث عن الشعراء. لا أدري عن أي شيء نتحدث عن أحمد زويل، فهو مشوار عظيم ومشرف لهذا البلد، وهو عالم أثبت أمام العالم كله أن هذا البلد قادر دائما على أن ينجب رموزا تليق بقامته وتليق بتاريخه وتليق بدوره الإنساني العريق. أرحب بأحمد زويل صديقي، أرحب بأحمد زويل رفيق جيلي، أرحب بأحمد زويل رفيق الرحلة لجيل ظلم كثيرا ولكنه وجد من بين رموزه من ينصفه. أنا برحب به في الأهرام قلعة الصحافة العربية، وأشكر الأخ والصديق نبيل السباعي أنه عاد للأهرام هذا الدور، وأشكر عبد العظيم حماد أنه يحاول أن يعيد لهذه المسيرة نضارتها وشبابها. أهلا بك دكتور زويل. الحقيقة إن أنا عندي سعادة، مش بس سعادة علمية ولكن سعادة عاطفية، إن أنا أكون مش عارف طبعا أتكلم باللغة العربية اللي على يميني وعلى شمالي، فأنا هحاول أتكلم باللغة بتاعتي الضعيفة دي. وأقول الحقيقة إنه لم أتردد حتى الفم ثانية لما دعيت للأهرام. الأهرام لها واقع كبير جدا هتكلم عنه، وبس في الأول أحب أشكر السيد رئيس مجلس الإدارة النبيل السباعي والأستاذ عبد الحماد الحقيقة على الحفاوة والاستقبال والتنظيم وكل الحاجات اللي هي تليق بمركز الأهرام. دي لها طابع خاص، طعم خاص باللغة العربية لعدة أسباب. أنا هتكلم بطريقة علمية شوية، 1 2 3. نمرة 1 إنه يجيلي أنا زي ما اتفضل صديق، و إحنا الاتنين متمنور على فكرة، بس هو كان دايما متفوق وأنا دليل. الحقيقة الجيل بتاعنا جيل الأستاذ نبيل والأستاذ فاروق وأنا ومني كتير جدا جدا، الأهرام كانت بتمثل فعلا مش جريدة، تمثل مؤسسة عريقة لكل الشرق الأوسط. مع بداية حياتي العلمية كان الجو في مصر مش الحقيقة واعي كتير جدا لفكرة العلم والتعليم، وأنا بعتقد يعني لو التاريخ هيرجع ورا شوية لمدة 25 سنة أو حاجة، هيلاقي إن الحاجة اللي أنا ركزت عليها خلال كل هذه المدة مع وجود نظام غير قابل للمرونة مع واحد زي حالاتي أبدا، هي كان التركيز على التعليم والبحث العلمي، التعليم والبحث العلمي. وفي هذا السياق على فكرة أحب أشكر الأستاذ
التعليم والبحث العلمي. مصر الرقعة الزراعية فيها تقريبا 6%، وبعد النهب والحاجات اللي حصلت يمكن أقل. نقول 6%. فإحنا كدولة زراعية زي ما كنا في أيام محمد علي، القطن طويل التيلة والعالم كله عايز يجي عشان ياخدوا وده انتهى. قال إذا كنا بنفكر إن إحنا نصدر مربى وفول مدمس، ده ممكن، بس ما ينفعش. مش هيخلي 85 مليون مصري يعيشوا على المستوى العالمي اللي احنا بنحتاجه. الحاجة الثانية، الموارد اللي موجودة في مصر لحد دلوقتي هي موارد يا إما من أيام أجدادنا الفراعنة، يا إما ربنا عطاها، يا إما عندنا السياحة اللي عملوها أجدادنا دولت من آلاف السنين، يا إما عندنا قناة السويس، يا إما عندنا يمكن شوية غاز موجودين في التربة من تحت بنبيعهم رخيص جدا وحاجات زي كده. طيب يبقى معناه إيه؟ معناه إيه؟ يقول لك ده عدد السكان بيزيد ودي مشكلة مصر الكبرى. ما يقنعونيش بالكلام، وأنا كانوا بيزعلوا مني لما يقولوا كده. ده الصين 1.8 واحدة، والهند اللي طالعة بطلعات فظيعة ديت كلكم عارفين الكلام ده، يعني مش جديد. ولكن المهم في المعادلة ايه؟ ان العالم الحديث كله يتجه الى التنمية البشرية الحقيقية. لان التنمية البشرية في العقل البشري هو دلوقتي بيتحكم في العلم، تكنولوجيا، انتاج. علم، تكنولوجيا، انتاج، مفيش محال. انا حتى لو عندي احسن جامعة متخصصة وابني دخلها وهو عايش في مصر ولقى ان مفيش طريق بعد كده، هيروح بعد كده يروح فين؟ انت علمته دلوقتي احدث حاجه وبعدين مش لاقي، هيروح فين؟ يا اما يجي يغير المهنه بتاعته ويشتغل في الاهرام، يا اما يحاول يلاقي واسطه، يا بس هيشتغل ايه؟ التكنولوجيا الحديثه والعلم الحديث اللي هو طالع هيعمل ايه؟ هيسافر امريكا او يسافر اوروبا ويستقر هناك، يبقى ما عندناش حاجه. يبقى الانتاج زي ما هو واقفين بنفس العمل. فجامعة فرساي زي ما بتقول لا تقدم انتاج. كمان هذه الجامعة ما تقدرش تعمل كل حاجة في الدنيا زي ما احنا بنفكر. كل ما بسمع انا وعم مش عارف ايه، احنا احسن بلد في العالم، احنا مش عارف ايه، احنا نقدر نعمل كنا بنسميها ايه؟ من الابره للصاروخ. ما الابره للصاروخ ده ما ينفعش في العالم اذا ما كنتش تتميز في حاجات معينه وتثبت دور تميزك فيها. ما حدش هيقول لك السلام عليكم. في سنة 99 بعد حصول الدكتور زويل على جائزة نوبل، الأهرام كمؤسسة قررت إنها تقدم للدكتور زويل مفتاح الأهرام. مفتاح الأهرام هو أعلى وسام يقدمه الأهرام للملوك والرؤساء. معرفش، يمكن لحسن الحظ إنه مراسم تسليم المفتاح نفسه لاسباب انا ما اعرفش كانت ايه تاكدت، يمكن تاكدت للوقت دوت ان دي اراده ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن ده من حظي انا كمان شخصيا انه انا يشرفني ان انا اسلم مفتاح الاهرام باسمكم جميعا للدكتور زويل رمزا لتعبير